اخر فترة صار في ضوجة بين رؤساء امريكا، هذا الروبوت وترامب، وعملوا مناظرة. مش عارف ليش امريكا ما لقت غير ختايرة يعملوا مناظرة مشان يكونوا رؤساء. واحد الله يعينه ما عرفان يمشي ولا يطلع على الدرج، وحالة امه حالة. مش عارف كيف هذا في كل هاي اللعنة، ولا الزفت الثاني راس مربع ماينكرافت احلى منه. لا استغفر الله، بتضل خلقة ربنا بس برضه بضل زفت. فاليوم بدنا نكتشف ونحلل هذا الانسان او الروبوت، انه هل هو جد روبوت، لانه ما في حدا بيطلع منه صوت زقزقة او بيكون انسان. والله شكله نسيوا زيتوك يا حزينة. سايكم معكم رايف ومقطع جديد. مقطع اليوم عن مناظرة بايدن وترامب، طبعا تلخيص لها مش كاملة يعني مشان ما تمل يا بطاطا، وبرضه بدنا نحلل هذا الزفت ونعرف هل هو روبوت او لا. ركزوا لخان وصل 50 لايك واشتركوا على جنبكم محتوى الزبالة. بسم الله نبدأ. خلينا نستفتح ببايدن. والله بزعل عليك، وجهك مبين انك انسان طيب يحب السلام وعم يلحق باص الايس كريم زي الاهبل. اقسم بالله الانسان غبي، والله اشك انك انسان اساسا. تخيل انك رئيس دولة والك مقامك، ومش اي دولة يعني امريكا، اليونايتد كينجدوم، هيك مشان تحس بالهيبة اكثر، عرفت؟ وبيكون قاعد باجتماع او مدري وبترك كل شيء وبيقعد يلحق باص ايس كريم. بالله شوف المقطع. Richardson, thank you for welcoming us here today. And Secretary Cardona and Mayor Bowser and Chancellor Fairby, thank you for joining us as well. And for families across the country, the school year. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، كم مرة قلنا لك بس تخلص مقابلاتك بنشتري لك آيس كريم. ضروري حركات الوالدة وتقعد تلحقون، شو بده يحكوا العالم عنا؟ ولا هون كمان قلنا لك ما تسلم على الناس مرة تانية، مرة واحدة بتكفي. بعرف إنه فيك خير بس الهبلنة لشو يعني؟ Now our great speaker, our partner who جد هاد الانسان ما بعرف شو في بمخ، غالبا بتلحق الغنم وبتاكل تبن يا زفت. سلم عليه مره ورد سلم عليه مره تانية، بعدين شاف حاله انه انزرب بالزاويه فحاول يسلك لحاله. اخ ما عادش يقدروك يا ليو بايدن، ما عادش يقدروك. وهل وقفت على هدول الموقفين؟ لا يا حبيبي، لسه في مواقف تخليك خلص ما تشك انه هو روبوت، خليك تتاكد انه هذا مستحيل يكون بشر. زي هون كل الناس بتحتفل ومبسوطين بتحرير العبيد، والكل عم يرقص والعياذ بالله، الا هو واقف وصافن بالحياة الزبالة. انه هي اخرتك يا روبوت، تترشح للرئاسة وتكون بمناسبة تحرير عبيد؟ لوين وصلت فيك الدنيا؟ يعني الكل برقص والعياذ بالله، الا هو قاعد عم يبتسم وعم يتحسر من داخله على الحياة الزفت هاي. ويمكن هذا الروبوت مش كتير مدرب، يعني بتلاقيه طالع على الدرج وعم يتفركش بخياله. سبحان الله، يعني حتى مركبين لك روبوت مخرب، ابن خالتي صغير بيعرف يمشي اكثر منه. ولقطه بيطلع انه اجاه شد بسيط برقبته الخلفيه، يعني هاي برضو ما بتصير عند البشر، او يمكن بتصير، مش متخصص طب هايم صراحه. قدام جمهور كبير موجود فيه ومعاه كابتن امريكا ولا لا شو اسمه هذا، اوباما بصفهم فيهم زي الاهبل. هو برضه قاعد عم يتحسر على حياته الزباله. يا عمي خلاص موت مشان النبي، ما حدا بيحبك. احلى شيء انه الرؤساء ببلشوا يحاولوا يستعطفوك قبل تغيير الرئاسه مشان تختار. او هون بيقول انه انا ما قلت تدخل على رفح مدري ايش. And I made it clear to Israelis, don't move on Haifa. It's just not, anyway, I just... يا عمي كذاب مقطش حقك فرانك بسوق الغلا. او والله بشك انك قايل شي بينتك درويش الله يعينك. لا الله لا يعينك. فصراحة مش فاهم، يعني بعد كل هذا ما اعتقد انه لسه فيك تصدق انه هو جد انسان. في مقالات على الموضوع، يعني الشغلة مش مزح ابدا. وحتى هاي الصورة تبين لك بعض الاختلاف بالاذن بين 2019 و2020. وما لاحظتوا انه كلنا صرنا نقول انه الزمن صار في شي غريب بعد 2019؟ بتحس الحياة بطلت مثل قبل، او انه 2019 كانت فاصل زمني لهذا الشيء. يعني بفترة كورونا بتعمق بهذا الموضوع اكتر بفيديو لحاله. فالسؤال جد يطرح انه هو روبوت ولا انسان حقيقي؟ مع كل هاي الادلة لسه بتشك انه روبوت جد. النظرية بتقول انه هو مات او انقتل بعد 2019، ولكن حاولوا اخفاء الجريمة بانه يجعلوا منه روبوت، وبايدن الموجود حاليا ما هو بايدن الحقيقي، انما السلطات العليا او بمسمى اخر الماسونية هي اللي بتتحكم فيه. صراحة من وجهة نظري الموضوع كلياته حكي فاضي يا عم. خلينا نكون ناس واقعيين شويتين وما نتأثر كتير بمسلسلات تركية. ابم دايس كده، ولا المسلسلات السورية. انت طالع
قولي على قامتي. فخلينا نكون واقعيين طال عمركم، ما في شيء من الحكي الفاضي، انما مجرد انه هالانسان خرف مخه، عمره تجاوز 80، صار عنده قصور بعضلة المخ وبطل يعرف يطلع على الدرج وصار يلحق الايس كريم، بس ما حب الحياة الجدية انه يكون رئيس دولة وسياسة ومدري ايه. قال يا عمي حل عني بلحق الايس كريم انا لزقاع. هذا الكرتون اللي بيحكوا انه بيكتشف اللي بيصير وبيكتشف الغامض والمثير يستنتجه بالعقل الصغير. كلها لقطات معدلة بتنزل بعد الحدث او كذا. ما فيك تقنعني صراحة. ما يعلم الغيب الا رب الكون، بس نقطة انتهت. اما بالنسبة لوجود منظمات تتحكم بالدول وكذا فما بآمن، ولكن برضو ما بان في هذا الشيء انه ايه يمكن موجود هيك شيء بالواقع ويمكن جد هداك روبوت وناس تتحكم فيه، بس لو طلع بعدين جد روبوت ما تيجي تقول لي انت زفت كذاب نصاب محتال حقك فرنكيب سوق الغلا روح ارمي حالك بزبالة. لا اخوي كل اختلاف وجهات نظر فيا لا أؤمن بذلك، ولكن لو طلع كلام صح فما راح استغرب من هذا الشيء. بالنهاية احنا مجرد دعابيل بنعيش بهالحياة كم سنة وبنموت. هلا بالنسبة للمناظرة اللي صارت بين ترامب وبايدن مشان انتخابات الرئاسة لامريكا، صراحة مناظرة كانت كبيرة كتير وكلها بالانجليزي، فمش هم ما اضيع حياته وانا بسمع اثنين ختارية بخبصوا مع بعض، واحد منهم مطفي بده تزييت او ما بعرف غيروا له البطارية. حرفيا اغلب المناظرة صافن زي الاهبل، فمش هم ما اسمع المناظرة كلياتها استعنت بفيديو عمر جهاد عمل ملخص كامل للمناظرة وجاب كل النقاط فيه. طبعا سألته لو بقدر اخذ الملخص منه وقال لي ما في مشكلة. على كل حال الفيديو تبعه كامل موجود تحت بالوصف لو مهتم تسمع كل النقاط بالتفصيل، اما انا بعطيك الزبدة من كلها. فاول شيء خلينا نعرف انه كل 4 سنين بيصير في انتخابات. يا حاليا مرشح ترامب ليكون رئيس، فعملوا مناظرة. قصة المناظرة باختصار انه بيجيبوا اكثر الاسئلة الواردة بين الشعب وبيتناقشوا فيها هدول الاثنين، من خلال هاي المناقشة بيشوفوا مين اكثر واحد منهم راح يفيد البلاد وينتخبوه. فبداية تكلموا عن اقتصاد الدولة وانه امريكا بالفترة الاخيرة ماكلة زفت، ولكن كل واحد كان عم يهبط كلام من عنده مشان يطلع صح، والاثنين كذابين وبيفتروا على بعض بس مشان يزبطوا وضعهم قدام الشعب. وبعدين تكلموا عن الاجهاض. المهم انه مش شيء كتير بيهمنا لانه بالنهاية احنا العرب ومسلمين وهذا الشيء معروف انه حرام قطعا عنا. وبعدين اتجهوا للسياسة وتكلموا عن حرب اوكرانيا وروسيا. بهاي النقطة لو نشوف التحليلات فكلام ترامب كان مقنع اكثر، انه هو راح يوقف الخلاف بين اوكرانيا وروسيا، وهي الحرب كلها ما لها طعمة، موت الاشخاص هدول اللي ماتوا كله على الفاضي وغباء. بالنسبة لبايدن فما بعرف شو قالكم صراحة، الزلمة مسطي ابصر شو بمخه سارح، يمكن عم يفكر بباصر ايس كريم. وهلا بنيجي للشيء الاهم، غزة والسكين. مبدئيا كلنا بنتفق انه الاثنين يهود ولاد يهود، فما بتوقع منهم شيء حلو او انهم رح يدافعوا عن اراضي والحقوق الفلسطينية. نوب، ما هم اساس المشاكل. ولكن بايدن اعطى ايران 6 مليار مشان يحرر 5 اسرى امريكان، وهي الفلوس استغلت وانعطت لخموس وبداوا 7 اكتوبر. ما بعرف هذا الكلام صح او لا، ولكن هذا ما يقال. فبايدن قال انه كل ما احتاجوا لسلاح احنا بنعطيهم، ولو يا عمي مدللين. اما بالنسبه ل 2000 قنبله المو شغالين مليح، لا ما اعطيتهم اياهم. لا يا شيخ والله يسلم ايديك، يعني فضلت على راس ابي وامي، يعني بس مات اكثر من 40-50 الف زلمه عادي. اهم شيء انك ما اعطيتهم ال 2000 قنبله الخربانين. وترامب لسه اسوأ منه، يعني هذا توجه واضح وصريح انه لا، اسرائيل هي تريد الاستمرار بذلك ونحن بنتركها لحتى تنهي مهمتها. يعني خلص اكلنا زفت، تنهي مهمتها يعني خلص تخلص على كل فلسطينيين وقتها جي براذر سلم لي. فالاثنين بيدعموا بشتى الطرق. عميق. وبرضه عدة اشياء تانية تكلموا فيها زي فتح الحدود للناس المهاجرين او الداخلين بطرق غير شرعية. بايدن فاتح لهم الطريق وبيعطيهم حقوقهم عادي، اما ترامب يعتبروا الناس مغتصبين ارهابي داخلين على الدولة مدري كيف رح يحرقوا الدنيا. مش فاهم ليش اخذ هاي الفكرة، مجرد ناس الظروف لعبت فيهم وخلتهم يضطروا يدخلوا بطرق غير شرعية. بالنسبة للامريكان انتخاب ترامب رح يكون لصالحهم اكثر لانه بيركز على مصلحة المواطن الامريكي والدولة اكثر شيء. بالنسبة للعرب فبصراحة بشوف انه الاثنين سيئين. مش فاهم ليش عم تختاروا ختايرية انتو، واحد دوبه لسه في شعرتين براسه والثاني فاصل نص المناظرة، يعني قلة ما في زدام. مش فاهم ليه عم تختاروا ختايرية. الو. ولكن بشوف انه بايدن لسه ارحم من ترامب شويتين لانه غبي هيك ما في مخ شغال، اما ترامب مستحيل. يعني الانسان ناوي على شر ومش سأل بكل هاي الارواح اللي بتروح. جاء سؤال انه ما رايك باعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة لانهاء الحرب والخلاف، قال بفكر الموضوع، وغير الموضوع دغري بنفس الجملة. فبعد اللي شفته لا صراحة بايدن ارحم منه ب1000 مرة. ما بعرف، بالنهاية احنا كلاب بدنا قواس، ما بيطلع بايدنا شيء، مجرد اللت واللعي. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات على المناظرة بشكل عام وعن هذا الروبوت اذا هو جد روبوت او لا. وبس هيك خلص الفيديو، اتمنى انكم عجبكم. لا تنسوا نوصل 50 لايك، شكرا عجبكم محتوى الزبالة عشان نوصل ل 100. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.